20 سؤال محيريني في سترينجر ثينجز بارت 2. في المواسم الاولى من المسلسل احنا عرفنا ان المكان المقلوب او الابسايد داون ما فيهوش اي نوع من انواع السوائل. طب ازاي بقى وهم في المختبر قدروا يلاقوا ميه كافيه ان هم يملوا بيها الخزان اللي نزلت جواه 11؟ ويل عنده ذكريات او جاله فلاش باك ان هو كان بيشرب ميلك شيك من محل اسمه ما علينا. المشكله ان المحل او الميلك شيك عموما ما ظهرش في المسلسل غير في المسرحيه اللي اتعرضت قبل 25 سنه اللي نزلتها نتفليكس. ليه دراع الطاقه الموجود في محطه الراديو اتغير لون المؤشر بتاعه بقى احمر؟ لو فعلا زي النظريه بتاعت مايك وان 11 لسه عايشه، فازاي الوهم اللي عملته صاحبتها كالي في المختبر فضل مستمر قدامهم وشايفينه، برغم ان المختبر كان اول نقطه انهارت في الابسايد داون وقت ما كره الطاقه العملاقه انفجرت فيه؟ ليه المكان المقلوب او الابسايد داون متجمد بالذات على ذكريات الناس في يوم 6 نوفمبر 1983 مش تاريخ بعد كده او قبل كده؟ واذا كان فعلا هو متجمد على التاريخ ده، فازاي ويل قدر ان هو يشوف الرسائل والاضواء بتاعت الكريسماس اللي كانت متعلقه في التاريخ اللي جه بعد الرقم ده؟ ربنا شافي كل حاجه، بس زي ماكس بعد ما اتعمت في عينيها وايديها ورجليها الاثنين اتكسروا، قدرت بعدها انها تقوم وتمشي وتتعامل وتعيش حياه سليمه 100%. برغم ان احنا شفنا اخر حلقه، الا ان حتى الان احنا لسه مش فاهمين 100% هو مين اللي بيتحكم في الثاني، هنري اللي بيتحكم في المايند فلير ولا المايند فلير هو اللي بيتحكم في السيزون الرابع احنا شفنا ان فيكنا بيقول ل11 ان هي لما نفته نقلته لمكان جديد اول مره يروحه. ومع ذلك احنا عرفنا من المسرحيه اللي نزلت في حلقه لوحدها ان هنري او فيكنا زار المكان ده قبل كده وهو صغير وهو عنده تقريبا 9 سنين. مايك لما كان بيتخيل او بيفترض ان 11 لسه عايشه اتكلم عن 3 شلالات، ومع ذلك لما تيجي تبص في الصوره هتكتشف ان هم شلالين بس، ولكن في فتحه صغيره هناك ممكن تبقى شلال. هو ليه فيكنا كان محتاج 12 طفل بالظبط؟ يعني ليه مش اكتر او اقل؟ هل الموضوع ليه علاقه بعدد الساعات، ولا ده طقس سحر اسود مثلا مرتبط بحاجه تانية ولكنها لسه ما اتشرحتش او مش هتتشرح بعد كده؟ ليه ويل في المعركه النهائيه ما شفناهوش بيتحكم باي حاجه من الديماجورجنز او الديمادوجز الموجوده في البعد بتاع الهويه، برغم ان المكان ده هو المصدر بتاعهم كلهم وهو مصدر قوه فيكنا؟ الهجوم والدمار الكبير اللي حصل في بلده هوكنز، الجيش عمل تغطيه والحكومه عملت تغطيه عليه على انه هو مجرد زلزال. طب ده ممكن، لكن بقى ازاي تعاملوا مع كميه كبيره من العسكريين اللي شافوا الوحوش بعينيهم والاف المدنيين برضو اللي شافوا الوحوش بعينيهم ومحدش اتكلم بعدها؟ هو ازاي 11 فجاه دخلت المدرسه الثانويه من غير ما يكون معاها شهاده ميلاد او اوراق ثبوتيه حكوميه؟ لا، وطلعت على طول على المدرسه الثانويه من غير ما يكون معاها تعليم ابتدائي او اعدادي. انا مش عارف ازاي ماشيه في امريكا. ليه ما استعملوش الاجهزه الصوتيه ضد فيكنا رغم انها كانت بتاثر بقوه جدا على 11 واي حد من السوبر هيومنز التانيين زي كالي؟